شايفين الراجل ده؟ اهو الناس في العالم كله كان نفسهم ان هم يقفشوه، يلمحوه حتى. بس عارفين الاستاذ ده عمل ايه؟ هو اول واحد حط نظام الامتحانات في الدراسه. اسمه هنري فيشل، حتى اسمه فال وحش فيشل. في مصادر بتقول ان هو كان رجل اعمال امريكي محب للخير قوي بصراحه. في مصادر تانية قالت ان هو كان استاذ للدراسات الدينيه في جامعه انديانا الامريكيه، وقرر ان هو يعمل امتحانات للطلبه بتوعه علشان يقيس مدى استيعابهم للمنهج. ودي كانت اول امتحانات دراسيه تحصل في العالم كله. هو الحقيقه ان نظام الامتحانات كفكره كان موجود من زمان جدا، بس كان في الصين وما كانش في الدراسه، كان للموظفين. امبراطور الصين كان بيعمل اختبارات للموظفين بتوعه كل 3 سنين، يختبر بيها مدى مستواهم الفكري علشان يختار منهم ناس يحطهم في مناصب قياديه في الامبراطوريه، او يرقيهم لدرجه اعلى، او يفصلهم من الشغل خالص. والامتحان ده كان اسمه الامتحان الامبراطوري، اللي يقهرك بقى ان الصين نفسها لغت نظام الاختبارات ده سنه 1905. بس بعد ايه؟ كان انتشر في العالم كله، بس برضه كان على اساس ان هو اختبارات للموظفين، لحد بقى ما استاذ فيشل ده قرر ان هو يدخل الامتحانات في الدراسه، وكل الاجيال اللي جت وراه بعد كده لبست في الحيطه بسببه.